بنات وصلت لمرحلة إن هما ما بيسمعوش كلامي، وفي بعض الأوقات بيغلطوا فيا، والله بيغلطوا فيا. أنا مبقتش عارفة، أنا مش عارفة أنا مش قد المسؤولية ولا إيه. ازيكم؟ أنا أم زي أي أم، منفصلة بقالي 12 سنة، عندي بنتين ربنا يحفظهم لي. للأسف أنا تعبت جدا من بناتي، هما بيروحوا عند باباهم كل أسبوع مرة ولا 2 كل أسبوع. البنات كل ما بتكبر مسؤوليتها بتكبر وبتزيد، وأنا تعبت والله العظيم. باباهم بيبعتلي نفقة 1000 جنيه وأنا بشتغل، ولكن البنات مش مقدرة. البنات وصلت لمرحلة إن هما ما بيسمعوش كلامي، وفي بعض الأوقات بيغلطوا فيا، والله بيغلطوا فيا. أنا مبقتش عارفة، أنا مش عارفة أنا مش قد المسؤولية ولا إيه. أنا نفسي وبفكر إن هما يروحوا عند باباهم، ما هو كده كده هو مش متجوز، عشان خاطر بجد أنا تعبت. وفي نفس الوقت خايفة لو كل السنين اللي أنا علمتهم فيها دي تروح هدر. عندي بنتي في تانية ثانوي وعندي بنتي التانية في أولى إعدادي، فأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه، أوديهم لباباهم ولا أعمل إيه. أنا مش عارفة إمتى هستريح، يعني في الأول كان باباهم ودلوقتي بناتي، أنا إمتى هستريح؟ فما لقيتش غير ان انا ابعت لحضرتك وتقول لي اعمل ايه، والناس اللي عندك لو تقدر تساعدني في المشكله اللي انا فيها. خليني افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رايك وتشير الفيديو. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما بالنسبه لرايي انا، بص يا ست الكل، اولا بس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك بكل هدوء كده، هو للأسف السن بتاع أولاد حضرتك ده سن مراهقة، يعني حضرتك بالفعل كده انت مش قادرة تسيطري عليهم، فليه ايه المانع ان حضرتك تتكلمي مع باباهم وتقولي له ان البنات مقصرين في كذا وكذا، وهو يبقى الشد والحزم، يعني هو اللي يقدر يربيهم في موضوع زي ده او ياخد معاهم قرار. وخليك انت مثلا المراقبة ومتابعة بناتك ومذاكرتهم والدنيا دي. ولكن لو حضرتك شايفة ان الموضوع ده ممكن ما يكونش مناسب معاكي او هو ما يعتمدش عليه وخايفة على بناتك، ما فيش حل غير ان انت تقولي لهم ان انت هتتجوزي. تتجوزي عادي، ما فيش اي مشكلة، تقولي لهم ان انت هتتجوزي، فساعتها هيعرفوا ان انت فعلا زي ما هم مش مهتمين بيكي انت مش مهتمية بيه. وساعتها هم هيحسوا بالفرق اللي هم كانوا عايشين فيه لما حضرتك تتجوزي، ويروحوا عند باباهم ويشوفوا بقى الرفاهية اللي هم كانوا عايشين فيها. ولما يروحوا مع باباهم هيحسوا بقى ان كل حاجة فيها انضباط. ده انا شايف ان ده يعني ده الحل البسيط جدا عشان خاطر تقدري تطلعي من الازمة.